لان اوقات كتير احنا مش بنتألم من الحاجة اللي حصلت دلوقتي، احنا بنتألم من تراكمات فاتت وكتمناها جوانا، والموقف الجديد اللي حصل فتح الابواب القديمة كلها. جماعة الخير، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. النهاردة تالت يوم العيد، حبيت اعيد عليكم. انا مش عارفة الفيديو ده هينزل امتى، بس ان شاء الله ينزل قريب. انا جايلكم بموضوع دسم للغاية، هو موضوع ما كانش ينفع نتكلم فيه في ايام العيد، بس هو جه على بالي، وكمان كنت بتناقش مع حد عزيز عليا في الموضوع ده. اعتقد انتوا عرفتوا الموضوع من العنوان، والموضوع ده مناسب جدا اني اضيفه لسلسلة ازاي توصلي لافضل نسخة من نفسك. ازاي نتخطى ونتعافى بعد اي موضوع او اي صدمة بتحصل لنا. فكنت بتناقش زي ما قلتلكم مع شخص ما عن الموضوع ده، فحسيت اني لازم اطلع ونتكلم في الموضوع ده، لان حسيت ان هو موضوع مهم وفي اشخاص كتير جدا بتعاني من الموضوع ده، وهو انك ازاي تبداي تبني نفسك بعد اي صدمة حصلت لك او اي موقف او اي حاجة اتعرضت لها واثرت فيكي، وازاي نتخطى وازاي نتعافى وازاي نرجع لنفسنا من اول وجديد. بصوا، انا حاسه مش مرتاحه في لفه الطرحه دي، فهنكمل مش مشكله، هننسى الطرحه وقولولي في الكومنتات انها حلوه. خلونا ندخل في الموضوع على طول، عشان انا حاسه ان عندي طاقه رغي غريبه. اوقات في الحياه بتحصل حاجات بتكسرنا، حاجات بتغيرنا غصب عننا، مواقف، كلمات، علاقات، فقد، اي حاجه. بنقوم بعدها مش زي ما كنا، بنبقى اهدى او اضعف او حتى اقسى. بس السؤال هنا، ازاي اتعامل مع اي صدمة؟ ازاي اداوي نفسي من وجع كبير؟ خليني اقولك حاجة في الاول، مفيش حاجة اسمها انسى صدمة، بس في حاجة اسمها استوعبها، افهمها، اقدر اتعايش معاها، لكن معيش بيها للابد. الصدمات مش بتعدي لما بنهرب منها، بالعكس الصدمات بتعدي لما بنقرر نواجهها. بصي، اعترفي لنفسك انك اتوجعتي وانك اتأذيتي وانك اتصدمتي. مش لازم تباني طول الوقت انك قوية اللي مش بتتأثر بأي حاجة. مش عيب انك تبيني انك ضعيفة، مش عيب انك تبيني انك موجوعة، ولا ضعف انك تقولي ان انا مش تمام، لان الهروب من الألم بيخلي الموضوع اعمق، لكن مواجهته بتهديه واحدة واحدة. بصي، حاولي تفهمي اللي انت فيه، اسألي نفسك ليه الحاجة دي أثرت فيا بالشكل ده، أو ايه اللي وجعني بالظبط، أو هل ده جرح قديم واتفتح، ولا أنا كنت متعلقة بحاجة ووقعت فجأة. لأن أوقات كتير احنا مش بنتألم من الحاجة اللي حصلت دلوقتي، احنا بنتألم من تراكمات فاتت وكتمناها جوانا، والموقف الجديد اللي حصل فتح الأبواب القديمة كلها. فلازم تفهمي الأول ايه اللي انت فيه ده، بعدها لازم نبدأ نفكر بعقلانية أكتر. بعد بقى ما نعترف ونفهم ايه اللي احنا فيه، نحاول نفكر بعقلنا أكتر، نحاول نربط كل حاجة في مكانها الطبيعي. يعني تقولي ان اللي حصل ده خارج عن إرادتك، وان مش انت السبب في كل اللي حصل أو في أي حاجة حصلت، أو انك مش مسؤولة عن أفعال الناس كلها. لازم تقولي لنفسك كده وتفكري بعقلانية، لأن أوقات الصدمة بتخلينا نحس بالذنب أو بالنقص، لكن الحقيقة الناس بتتصرف من دوافعهم، من مشاكلهم، من ضعفهم، مش منك انتي. الحاجة اللي أنا شايفاها كويسة هي الكتابة. الكتابة حقيقي لها سحر مختلف. أنا من وجهة نظري الكتابة بتطهر كل اللي جوانا. فهاتي ورقة وقلم واكتبي كل اللي في قلبك، حتى لو الكلام متلخبط، حتى لو الكلام مش مترتب، حتى لو هتدخلي 20 موضوع في بعض، طلعي اللي جواكي. لان طول ما الجرح متخزن جواكي في صمت ومش بيخرج،
هيفضل ينزف في صمت. فاعملي ده كأنه حوار مع نفسك، اكتبي، فرغي كل الطاقة السلبية اللي جواكي، بعدها ابدأي اقرأي الكلام اللي انت كتبتيه اكنه فعلا حوار بينك وبين نفسك. ازاي بقى تبدأي تعيدي بناء نفسك؟ بعد كل صدمة في جزء جوانا بينهدم، ثقتك، امانك، حتى حبك للحياة، كل ده تقدري تبنيه من اول وجديد عادي جدا. هو ممكن ما يكونش بنفس الشكل القديم، بس هيكون انضج، اوعى، او اصدق واعمق. في ده كله حاولي تخلي في وقت لنفسك. طول ما انتي بتحبي نفسك، بتقعدي مع نفسك، قادرة تفهمي نفسك كويس قوي، هتقدري تطلعي وتخرجي من اي صدمة وتتخطي وتتعافي من اي حاجة مهما كانت هي ايه. البداية بتبدأ لما بجد بتحبي نفسك، لما بتعرفي قيمة نفسك وتقدريها. طول ما انتي مش بتحبي نفسك، مش فاهمة نفسك، مش عارفة نفسك، مش هتعرفي تعملي اي حاجة في حياتك. فبجد افهمي نفسك وحبيها، واعملي حاجات بتحبيها. التفاصيل دي كلها مهما كانت قد ايه بسيطة، بس حقيقي بتبقى هي السبب في التعافي والتخطي، وانك تبدأي تبص لنفسك بطريقة مختلفة. في نقطة كمان، وهي انك تختاري مين حواليك. بعد اي صدمة بتكوني ضعيفة، فاي كلمة ممكن تكسرك اكتر، فحاولي تختاري الناس اللي حواليك، ناس تدعمك، ناس تشجعك، وابعدي عن الناس اللي بيقللوا من مشاعرك، بيقللوا من وجعك، اللي بيقولولك كبري دماغك عادي، كله هيعدي. ابعدي عنهم. خلي حواليكي ناس بيسمعوك بصدق، ناس بتحترم وجعك، بتحترم مشاعرك، ناس بتحبك زي ما انتي، مش زي ما المفروض تكون. ومهما كان برضو مفيش حاجة اسمها تعافي او تخطي بشكل كامل، بس في حاجة اسمها بنتأقلم، لان الشفاء والتخطي مش حاجة كده خط مستقيم. في ايام هتحس انك تمام، وفي ايام ممكن تقعي تاني، وده طبيعي، لان الوجع والألم مش هيختفوا فجأة، هما بيخفوا مع الوقت وزحمة الحياة وانشغالنا بعد كده بالحياة. واخيرا، الصدمة مش نهاية حياتك، دي ممكن تكون نقطة تحول، لحظة اتكسرت فيها، بس كمان لحظة هتعيدي فيها بناء نفسك. حافظي على كل اللي لسه جواكي، على الروح اللي رغم كل حاجة لسه بتدور على النور، لسه بتقوم بعد كل وقعة، ولسه بتدعي وبتحاول، وعندها يقين وإيمان إن كل حاجة بتعدي، وكل حاجة بتمر بفضل ربنا في النهاية. فدايما خلي عندك إيمان بربنا، إن كل حاجة بتعدي مع الوقت، وكل حاجة مهما كان بيكون لها الدواء مع الوقت، ومع مرور الأيام بننسى وبنعدي، حتى لو في أثر جوانا، ولكن الأيام بتنسينا. بصي، كلنا بنتألم، كلنا بنتوجع، لكن القوي مش اللي عمره ما وقع، القوي اللي بيقوم بعد كل مرة بيقع فيها، اللي بيقرر يحب نفسه من جديد، يقرر يحب نفسه من تاني، حتى لو كل حاجة حواليه مش مساعداه، مع ذلك بيحاول. وافتكري دايما، اللي بيتعالج بيخرج أنضج وأقوى وأهدى وأقرب لنفسه من أي وقت فات. ولو وصلت لنهاية الفيديو فأنا فخورة بيكي، فخورة بيكي جدا إنك سمعتي كل ده. معنى كده إنك لسه بتحاولي، لسه بتدوري على النور، حتى لو الدنيا لسه ضلمة حواليكي. ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك للفيديو، علشان نكمل مع بعض الرحلة دي، وهي رحلة التغيير، وازاي توصلي لأفضل نسخة من نفسك خطوة بخطوة. واشوفكم في الحلقات الجاية. مع السلامة.